عسلامة عسلامة حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بوصفة حلا الشوكولا محشية بالكيكة والكريمة والمكسرات بأشكال متنوعة، وبسم الله ما شاء الله على أشكالها وعلى ألوانها. أول حاجة لا تنسوني بدعمكم في القناة وترنوا الجرس ليوصلكم كل جديد، ويلا تبعوني خطوة بخطوة كيفاش باش نعملهم. أول حاجة طيبت الجينواز. أنا حطيت المكونات تبع الجينواز في الصندوق الوصف، وزادة عملتها معاكم في فيديوهات أخرى مش نرحوهم نخلوهم بودرة. وعندي 200 مليلتر كريمة خفق تاع الحلويات، حطيت عليهم 3 مغارف سكر جلاسي، سكر بودرة، ومش نخفقهم خاطر تصير كريمي. طلعوا كريم الشانتيه هكا، ومش نحط عليه مقدار 150 لوز مهروش، مش مرحي برشا ومش خشين. ولا أي عندكم أي فواكه، العفو أي مكسرات عندكم تحطوها، كاكاوية، لوز، بفريوة، بيستاش، أي حاجة عندكم موجودة بالبيت تقدر تعوضوا بها. خلطتهم هكا مع بعضهم خاطر يندمج اللوز مع الكريمة، ومن بعد تطلع في الحشوة بنينة برشا. خلطها بالكامل، ومن بعد عندي القوالب أنا بلاستيك، هذوما سيليكون سهلين يعني تحشي بهم وبعد تفصلوهم من بعضهم تطلع باهي. أنا فضلت المشيئين. عندي الشوكولاتة نوار سودا ذوبتها. حاولوا نذوبوا الشوكولاتة في الماء السخون يعني على البخار باش هكا ما تحرقش لنا. نشد القالب بالفوشة هكا، ونبدأ نوزع في الشوكولاتة على الحروف الكل بالكامل. حاول نعبي الحروف، حاولوا هكا تدققوا على الأماكن الصغيرة، لأنه أنا الحقيقة ثم كعبات طلعوا لي هكا يعني اللون، يعني الحشوة ظاهرة فيهم. مش ندخلها للثلاجة المجمدة 10 دقائق كهو. بعد فرغتها، مش مشكلة، والزوائد اللي طالعة هذيك الكل عادي. عندي القالب الآخر هنا، في القالب هذايا فيها برشا حروف صغار لازم تعبوها بالباهي يعني، كأني ترسمي فيه رسمة. حاول هكا على جناب الكل، وزادة هي مفرخة باش متبقاش فيها برشا الشوكولاتة. مش ندخلوها الثلاجة باش من بعد نقدر نحشوها والشوكولاتة ما تفسدش لنا يعني. نزيد نعاود عليها هكا شوية. نمشي يعمل الحلويات هذه يوسع باله برك عليهم وتطلع بسم الله ما شاء الله. واللي ناوي على مشروع باهي والله تنجح معاه، هذه حاجات بسيطة ويخدم على روحه. عندي القالب الاخر على شكل دائرة، نعملها كيف عملت اللولانين بالضبط. حاول نحل الشوكولاتة على جناب بالباهي، واي نوع انتم سيليكون عندكم موجود في الدار تقدروا تستعملوه يعني. باش ندخلهم بس 10 دقائق راهو على السريع بيجمدوا. بعد طلعتهم، شفتوا كيفاه حطيت الطبقة الأولى عبيتها بالكريم هكا اللي حضرني، حطيتها في بوشيت باش بعد تساعدنا في الهك في التزيين. واللي ما عندوش بوشيتات هذوما نتاع الحلويات يعمل حتى في ساشي أو يحط بالمغرفة. نعبي هكا في النص ومن بعد نستويها بالمغرفة بشوي بشوي. كريمة الجينواز اللي رحيناها، عفوا الكيكة الجينواز اللي رحيناها مش نحطوها من فوق مقدار مغرفة. المهم انتم والقالب الحفرة يعني نتاع القالب قديش تسع، ثم مغرفة صغيرة ثم مغرفة كبيرة، عينكم ميزانكم يعني في الحطان هكا. ونعبي، حاولوا ما نضغطوش عليها برشا باش من بعد ما تكسرش لنا، هكا بشوي بشوي.
كيكة جينواز أنا حطيت فيها الكاكاو باش يعطي اللون هي الترابي. نحاول نعملهم الكل الكعبات الكل بنفس الطريقة، حتى القوالب الثانيين عملتهم بنفس الطريقة. ومن بعد بالشوكولاتة اللي ذوبناها مش نصبوا عليها من فوق، نسكروا عليها من فوق. رو الزوائد هذيك على من فوق على الوجه، من بعد نتخلصوا منها، معنا ما تخافوش منها عادي. حتى لو كان جت هكا يعني زائدة الشوكولاتة طالعة، نستويهم ومش نرجعهم للمجمدة باش يشدوا رواحهم، وباش من بعد نقدر نطلعوهم. شفتوا بعد حطيناهم هكا تقريبا 10 دقائق ربع ساعة يطلعوا قالب واحد. وشفتوا انا كي قلت لكم دققوا على اجناب بالشوكولا، يعني امسحوها بالباهي باش من بعدك النكت هذيك ما تطلعش يعني باينه يعني نتاع الكريمه. اما هي حلوه هكا بديكم راهي تتسوى. شفتوا كيفاش عملت انا؟ نحيتك الزوائد وبصبعي هكا نستويها. باش نعملهم من كل الاشكال الكل اللي طلعتهم من المجمد، باش نعملهم نفس الطريقه. حاولوا تضغطوا عليها من النص وتطلعوها. نحو الزوائد وبيديكم هكا تستوها. هذا القالب الاخر اللي عملناه اول مره. شفتوا بسم الله ما شاء الله. بعد عندي قالب اخر تاع الفريز. انا الحقيقه مش نقولها لكم هنا، عندي القالب هذا صغير مش كبير. من بعد كي جيت نفصل فيهم ثم كعبات فزدوا شوي. هنا مش نحطوهم، حطيت شوكولاته بيضة ومعاها لون احمر كي كعبة الفريز بالضبط باش نعملوهم. هنا حطيت في كل قالب هكا غرفة صغيرة بالفوشة هكا. نبدأ نوزع فيهم، او الفرشاية شنو تسموها انتم. نبدأ نوزع فيها في الكامل هكا، مش ندخلها هي زادة للثلاجة باش تشد روحها. ومن بعد مش باش نعبوها بالكيك، باش نعبوها بس بالكريمة الخفق باش من بعد تصير كيف الايس كريم. اللي عنده لون احمر اغمق يقدر يحط. هنا طلعتها ونحشاها بالكريمة اللي موجودة عندي اللي حضرتها. ومن فوق مش نزيد نحط عليها، نغطيها بالشوكولا اللي حضرناها، الشوكولا البيضة مع اللون الاحمر. ونعاود ندخلها للثلاجة اقل حاجة 10 دقائق تشد روحها يعني الشوكولاتة وتيبس شوي، باش من بعد كي نخرجوهم القالب يطلع قالب واحد، يعني ما تبداش تريق وتفسد في يدينا. واللي مش يعملهم هكا في قالب هذي الصغير يعمل كعبة بكعبة، يعني كعبة الأولى يعملها في النص يخليها فاضية باش بعد تقدروا تخرجوا الكعبة منها وما تفسدش. أنا قراب برشا هكا ثم كعبات الحقيقة فسدوا في النص، يعني ما طلعش قالب واحد. هذه نقصد فيه. واللي عنده قالب أكبر أوسع يعمل في القالب الأوسع يعني. وهكا حضرناهم الكل. شوفوا لي على اشكالهم وعلى الوانهم بسم الله ما شاء الله. وتقدروا حتى اللي عنده شوكولاته بيضة يخليها يعمل الكعبات بشوكولاته بيضة بس. شوفوا لي على من داخل كيفاش طلعوا الكعبات، اشكالهم وطعمهم بنين برشا. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتكتبوا لي في كومنتير كيفاش طلعت معاكم الوصفه. ولا تنسوني بدعمكم في القناه وترنوا الجرس ليوصلكم كل جديد. ومع السلامه، نشوفكم في فيديو جديد.